والحياة تحيات والسلام للجميع. واحدة من المشاغل الرئيسة اللي احنا بنفتكر نشترك فيها جميعا يعني هي ما نسميها المشاكل الاجتماعية في السودان. طبعا تعبير المشاكل الاجتماعية يعني فيما يعني أنه في نسيج ما مهدد بتراخي حالات التماسك فيه. طبعا ده بفعل الصراع، والصراع مش بالضرورة فقط النظر إليه باعتباره صراع مادي جسماني يعني الضرب، لا، المجتمعات كثيرة جدا أحيانا تعاني ما يسمى بالصراعات الرمزية، أي صراعات المفاهيم والأفكار. وبالمناسبة صراعات المفاهيم والأفكار هي اللي قاعد تصنع الصراع المادي نفسه. ابحث وراء كل صراع عنيف مادي مباشر ستجد وراءه ترسانة من الأفكار بتغذيه، بتمده أسلحته من الأفكار والمفاهيم والتهم وبالتالي إذا عاوز تعالج أي مشكلة اجتماعي ما تنشغل دائما بالمظاهر السطحية للمشكلة، بل ابحث أكثر أعمق فيما وراء، فيما خلف المصادر اللي قاعد تشكل الصراعات الاجتماعية. ندخل مباشرة إلى ما نسميه يعني بشكل أو بآخر مسلسل مظاهر المشاكل الاجتماعية في السودان. أنا دائما قاعد أقول أنه تشكل وتكون المجتمع السوداني مسؤول بقدر كبير جدا عن ما يعانيه المجتمع السوداني. طبعا يمكن لشخص أن يبدأ بالتاريخ والتحقيق لتشكل المجتمع السوداني من لحظات باكرة جدا ما قبل التاريخ. دائما بنلقى الناس بيتكلموا عن كوش، عن مروي، عن بعنخي، عن أماني ريناس، عن أماني شخيط، وعن الحضارة المروية النوبية بشكل أو بآخر يعني. وآخرين عاوزين يبدأوا التاريخ من لحظات المسيحية السودانية في علوى والمقرة، ويحاول يفتشوا على أنه ما الذي انتقل من فضاءات المسيحية أو على الأقل قبل المسيحية فترات ما قبل التاريخ إلى راهن التكوين الاجتماعي السوداني. يبدو أن المدارس الثقافية عموما زي اتفقت على أنه لحظة التكوين الكبرى في السودان هي لحظة القرن السادس عشر، أي لحظة تكون سلطنة سنار، سلطنة زرقاء التي نشأت في 1505 وانتهت في 1820 1821. لكن أنا شخصيا غير مشغول أو غير مؤمن بأنه إذا أردت أن تبحث في تكون مجتمع وتشكله أن تنطلق فقط من لحظات التاريخ. المجتمعات ما بتتكون فقط من تحديد وتعيين تاريخ بعينه. المجتمعات دائما لأنها زي ما أنا قلت قبل شوية هي جملة العلاقات، حاصل العلاقات بتتشكل من البنى وبتنتج مظاهر السلوك، بتنتج منظومة القيم، بتنتج حتى آليات التفكير بتاعتنا. لذلك ما نشتغل كثير بأنه دائما نقول لك إنه إحنا لنا 5000 سنة 7000 سنة 6000 سنة. أنا أفتكر إنه هذا ليس بمجد إذا أردنا أن نتفهم طبيعة المجتمع السوداني. الواقع أنه تسمية السودان نفسها هي تسمية قديمة جدا، وبالمناسبة بتنطبق بس على جغرافيا السودان بتاعتنا، وإنما هي بنت تقسيم قديم لعنه من أرسطو، يعني حينما كان يقسم الأقاليم إلى 6 أقاليم في كل الكرة الأرضية. لكن عرفت الثقافة العربية بشكل أو بآخر تقسيم شمال الصحراء جنوب الصحراء، وبالتالي تعبير السودان هو مباشرة تعبير ينفذ إلى اللون أي من هم سود البشرة. وكان تعريف السودان حتى في الوثائق القديمة، بل خليك من الوثائق القديمة، حينما تقرأ رسالة في القرن الثالث الهجري للجاحظ تسمى فضل البيضان على السودان، كان يناقش فيها واحدة من ظواهر تكون مجتمع البصرة وبغداد، وبرضه مجتمع كوزمبليتان باللغة الفرنسية، يعني مجتمع متعدد فيه أعراق وإثنيات وقوميات، وبالتالي فيه تعدد ثقافي. فتعبير السودان كان بيطلق بالمناسبة من البحر الأحمر إلى السنغال. كل الجغرافيا دي جنوب الصحراء كانت تسمى أرض السودان، أي أرض السود. والجاحظ نفسه لما كان بيحاول يفسر في كتابه فضل السودان على البيضان، وانت لاحظت بقول فضل السودان مش فضل البيضان على السودان، كان عاوز يتكلم على أنه على قضية مهمة جدا بفتكر ممكن تكون مدخل جيد لنقاشنا اليوم، وهو موضوع الهوية العرقية. السؤال: ما هي محددات تعريف المجتمع؟ يعني لما تتكلم عن مجتمع هل بتبحث عن أنه هناك تعريف عرقي بمعنى أنه في عرق واحد بيتكون منه المجتمع؟ طيب هل محدد آخر محدد ثقافي بمعنى أنه في لغة جامعة
في دين جامع، في ذاكرة جامعة، ولا المجتمعات بتعرض بالتاريخ بمعنى أنه تصف مجموعات سكانية قديمة وتعتقد بأنها طالما ظلت في هذه الأرض فينبغي أن تسمى هذه الأرض باسمها. ويبدو أنه محددات تعريف المجتمعات متعددة متنوعة مختلفة. السودان مر بفترات ومراحل تاريخية مختلفة، وبتعدد هذه الفترات وتعدد هذه المراحل كان بيتغير محدد الهوية. حينما توصف حضارة ما بأن الحضارة المروية فهذا واضح بأنه نسبة إلى الجغرافيا، مروي مش كده. حينما تنسى حضارة لأنها حضارة نوبية فهذا يعني أن هذا نسبة عرق النوبة. حينما توصف حضارة بأنها حضارة سودانية فهذا أيضا بشكل أو بآخر يعني ينتسب إلى موضوعة اللون، واللون مربوط بالعرق. وبالتالي ما كانش في محدد واحد لتعريف الهوية السودانية. الحضارة السودانية القديمة تركت فينا ما تبقى من واقع الحال، ليس اللغة. ما تبقى فيها واقع الحال هو في عميق الثقافة. أي نعم اللغة حامل للثقافة، لكن المجتمعات القديمة، والسودان مجتمع قديم، أحيان كثيرة في الوعي واللاوعي ما بنكون مدركين أنه كثير مما يحرك سلوكنا أو بما صنع وعينا، وهنجي بعد شوية في الحلقات دي نعرف أنه ما الذي أثر في السلطنة الزرقاء من الحضارة النوبية، ثم ما الذي أثر أيضا من المسيحية في حضارة السلطنة الزرقاء والحضارة المسيحية بل لغاية اليوم، ما الذي أثر فينا. فبدأ أقول أنه جملة تراكم اللحظات التاريخية هو الذي يصنع العقل الاجتماعي. العقل الاجتماعي هو خلاصة من خلاصات عمليات الانتقال التاريخي وعمليات الامتداد والتوسع، والتي حينما تتحرك من جغرافيا إلى جغرافيا لا تتحرك فقط بغرض الهجرة من مدينة إلى مدينة، لأن إحنا الآن نشوف العواصم من فرس مروي مش كده، بعد كده جات دنقلة، بعد كده جات سوبة، بعد كده جات سنار، بعد كده جات الخرطوم. أنت لو ممكن ترسم كده بالحضارة السودانية شكل لانتقالات مراكز الحضارة وثقلها. لكن الانتقال هو أيضا انتقال معرفي ثقافي بيكون صاحب تأثير كبير جدا في مظاهر سلوك الناس. لعلنا الآن حنكتشف إن شاء الله في الحلقات دي أنه كثير مما نسميه سلوك الثقافة السودانية هو عنده جذر قديم. لكن يمكن نتحدث على أنه الحضارة القديمة ما تركت إلا هذه الآثار، على الأقل الآثار المادية، هذه الأهرامات، هذه المدافع، هذه المسلات، هذه الكباش المقدسة، هذا الإله أبا دماك الذي كان يعتلي جبل البركة، تدلل بشكل لجعلنا إحنا مطمئنين وأجيالنا القادمة مطمئنة جدا أن هذه الحضارة هي حضارة قديمة، وأن هناك ما يسمى بالحضارة السودانية. ليس صحيحا ما يكتبه البعض حول أن هذا السودان أرض هجرات. والمضحك في الأمر على الأقل بالنسبة لي أنه وين المجتمع اللي هو مش أرض هجرات؟ يعني ما في مجتمع من عرقية واحدة، ما في مجتمع من قومية واحدة، إلا تتكلم عن الهنود الحمر مثلا يعني، أو حضارة المايا أو بعض الحضارات في شرق آسيا وكذا. الواقع أنه هذا السودان تشكل عبر مراحل، تركب عبر مراحل، وده أمر طبيعي وكلاسيكي جدا يعني لا غرابة فيه. لكن هناك من الثوابت ما يسمح لنا بالقول بأنه هناك جذر قديم جدا، هذا الجذر يتمثل في هذه الحضارة المادية التي يعني نجدها متمثلة في الأهرامات. السؤال اللي بيطرح دائما أنه هل الهوية بتاعت المجتمعات بتاعت الشعوب دي، أنا قلت الآن هناك بعض المحددات، هناك عنصر يرتبط بالجغرافيا، وهناك عنصر يرتبط بالعرق، وهناك عنصر يرتبط بالثقافة، وهناك عنصر يرتبط بالإثنية، وهناك عنصر يرتبط بالدين. فالمحددات كثيرة جدا، لكن المجتمعات في الواقع بيتم تعريفها عبر المحدد الثقافي، لأنه هي في النهاية هجنة. فمعناه لو اعتمدنا على محدد البيئة ده، محدد الجغرافي، حنتكلم عن سودانات. لو اتكلمنا عن محدد عرقي حنكون عمليا وزي ما قاعد نعمل دلوقتي يعني بنرتكب في أكبر جريمة في حق المعرفة عموما، خليت في حق الشعب السوداني. حق المعرفة حينما تعتمد اعتمادا على العرق، وبالتالي لا يمكن عمليا ووظيفيا ومعرفيا أن نربط بين العرق والهوية. العرق ليس اختيارا، لكن الهوية هي تراكم على الأقل محددات نفسها، حوامل اللغة
باعتبارها حامل للثقافة، وما زال بقول لك إنه اللغة دي مجرد أداة تواصل. طبعا ده كلام جهل سائد، وممكن بعدين يعني لما نجي بعدك نتكلم على الأمثال السودانية نعرف إنه اللغة ليست فقط أداة للتواصل. اللغة هي زي ما بقول هيردر الألماني: نحن نتكلم كما نفكر ونفكر كما نتكلم. اللغة هي حامل المعرفة الموضوعي الذي يحرك الفعل الإنساني.